بمر بمواقف كتير وبلاقي ناس بتهاجمني بتقولي كلام وحش، بينتقدوني وبيستهزئوا بيا، ما ببقاش عارف ارد عليهم ازاي ولا اعمل معاهم ايه. تعالى النهارده اقول لك ازاي تتعامل مع اي حد بيهاجمك او بيقولك كلام وحش. اهلا بيكم في حلقه جديده من انا مع سيف الله عطا. هنعرف النهارده ازاي نتعامل مع الناس دي اللي بنقابل منهم كتير في حياتنا. اول حاجه واللي هيقول لك عليها ناس كتير انك تحاول تتقلل من التعامل مع الناس اللي زي دي، ولو قدرت تمنع التعامل معاهم اصلا انت بتتعب نفسك على ايه؟ تاني حاجه بقى لازم تتكلم بكل ثقه وتنوه او توضح عن حدودك الشخصيه وان هم لازم يحترموها علشان تكمل معاهم اي حوار او التعامل معاهم. انا مش هقدر اكمل الحوار بالاسلوب ده، لازم اي موقف امر بيه بيكون فيه هجوم ليا او طريقه مش كويسه بيتعاملوا بيها معايا اقول الجمله دي وبكل ثقه وبنفس الطريقه دي، وما اقولهاش بطريقه كده عادي ولا بهزر. لا، انا مش هقدر اكمل الحوار بالاسلوب ده، لازم ابين ان الحدود الشخصيه دي لازم يحترموها علشان يكملوا الحوار، وان ما احترموهاش انا فعلا بقوم وبسيب المكان او الحوار ده. ثالث حاجه احاول ان انا ما اتفاعلش مع اي كلام وحش بيتقال عني او اي هزار بيسيء ليا، ولا اتفاعل معاه ولا انفعل، لان في بعض الاحيان بيكون هدف الشخص اللي هو بيحاول يزعجك ان هو يخليك تنفعل فينرفزك فيمسك عليك كلمه فانت ما توصلوش لهدفه وما تنفعلش مع اي حاجه زي دي. وحاول ان انت تغير الموضوع، حاول تغير الكلام، نطاق الحوار تبعده عنك خالص. ثالث حاجه بقى حاولت وعملت كل اللي قلنا عليه وبرده ما فيش فايده، اجيب الشخص ده على جنب كده واساله هو بيعمل كده ليه؟ انت ليه بتهاجمني دايما؟ هو في حاجه؟ ممكن يكون هو عنده مشكله، ممكن يكون في حاجه فعلا. الكلام ده او النقطه دي فعلا في اغلب الاحيان او في بعض الاحيان بتجيب نتيجه فعلا وبيكون في ناتج ايجابي زي ما بيقولوا. عملت كل حاجه وبرده مفيش فايده وما زال مستمر، يبقى هعمل ايه؟ هنسحب بهدوء وما بينش ابدا ان ثقتي بنفسي قلت، لان في بعض الاحيان زي ما قلنا ده بيكون هدفهم ان هم يقللوا ثقتك بنفسك. نصايح على السريع، ما تهتمش لاي كلام وحش بيتقالك، انت واثق بنفسك، انت مؤمن بنفسك، مفيش حاجه هتهزك يا جبل ما يهدك ريح. نشوفكم باذن الله في حلقات جديده من انا مع سيف الله عطا.